بطل سلسلة رجل المستحيل أدهم صبري أو صاحب الرمز نون واحد، الشخصية الأشهر للأديب العظيم دكتور نبيل فاروق الله يرحمه. أدهم صبري كان ضابط مخابرات مصري مش عادي، بطل مقاتل وليه قدرات خاصة جدا، ونفذ عمليات مستحيلة يمكن تفوق على الخيال كمان. أدهم صبري شخصية أثرت في وجدان أجيال وتعلق بيه عقول وقلوب ملايين القراء في العالم العربي كله، من المحيط الأطلنطي للخليج العربي. ولكن السؤال المهم، هل شخصية مؤثرة كده زي أدهم صبري واللي ارتبط طبعا اسمه باسم كاتبنا دكتور نبيل فاروق الله يرحمه، شخصية حقيقية ولا خيالية؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الحكاية من الأول خالص. حلقة خاصة جدا للأديب العظيم دكتور نبيل فاروق الله يرحمه وأدهم صبري رجل المستحيل. قبل ما أبدأ الحلقة، شكر خاص لمعد الحلقة أستاذ محمد قريش. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. الحكاية ابتدت تتكشف في أواخرها. في 30 أغسطس سنة 2016 كان في حوار في مجلة الشباب عمل الصحفي الكبير محمد فتحي مع دكتور نبيل فاروق الله يرحمه. طبعا دكتور نبيل فاروق الأب الروحي لسلاسل روايات مصرية كتير. في الحوار ده كشف دكتور نبيل فاروق عن شوية أسرار مهمة كده. قال إنه وهو في السنة الأخيرة في كلية طب جامعة طنطا اتعرف على 2 أجانب علشان يتعلم إنجليزي كويس، ومع الوقت عرف إنهم جواسيس، فطلبت منه جهة أمنية مصرية إنه يتعاون معاهم علشان يقبضوا عليهم. وفعلا قام بالمهمة دي، ودخل دكتور نبيل فاروق عالم المخابرات من غير قصد. والصراحة انبهر بالعالم ده وبالشخصيات اللي بتشتغل فيه، وقال في نفسه ازاي يكون عندنا شخصيات عظيمة حقيقية وننبهر بشخصيات خيالية ولا أجنبية. على فكرة هو كمان شخصيا كان مبهور بيهم من صغره، زي جيمس بوند وشيرلوك هولمز وغيرهم. والفكرة فضلت تزن في دماغه، فكرة البطل الفارس اللي بيقهر كل الأبطال الأجنبية، صاحب مبادئ شرقية وتقاليد مصرية خالصة. وقتها ما سكتش، عرض الفكرة على كذا شخص، ومنهم الكاتب محمود سالم مؤلف سلسلة قصص المغامرون ال5. يمكن أي حد يقتنع بالفكرة ويكتب فيها، بس للأسف ما وصلش الحاجة خالص، لأن كانت أغلب الآراء اللي سمعها محبطة جدا. اللي قال على فكرة ما فيش شخصية فردية ممكن تنجح في مصر في الوقت ده، واللي قال الفكرة دي على فكرة هتفشل وراهن على كده. وسمع كلام محبط كتير من ده، ولكن الفكرة ما راحتش أبدا من ذهن دكتور نبيل فاروق، بس مع إيقاف التنفيذ. أيوة، يعني برضو شخصية أدهم صبري شخصية حقيقية ولا خيالية؟ نرجع بقى للحكاية من أولها. اتولد دكتور نبيل فاروق في 9 فبراير سنة 1956، وكان موهوب في الكتابة جدا من صغره. وعلشان ما اطولش عليكم، لما اتخرج دكتور نبيل فاروق من كلية طب جامعة طنطا فتح عيادة صغيرة في قرية ريفية مع صديق ليه اسمه دكتور محمد حجازي. والحقيقة إن العيادة ما كانتش شغالة تقريبا ودايما فاضية. وقتها دكتور نبيل فاروق وبعد ما اترفضت فكرته الأدبية من الجميع تقريبا كان في منتهى الإحباط، فقال إنه يسلي وقته وهو يكتب رواية وسماها أشعة ضاد. وبعد ما كتبها رماها في الدرج مكتبه ونسيها تماما. وفي مرة دكتور نبيل فاروق رايح على عيادته الفاضية من المرضى بالصدفة البحتة اشترى مجلة اسمها عالم الكتب، مجلة متواضعة جدا ومحدودة التوزيع، ولكن لقى إعلان على غلافها من المؤسسة العربية الحديثة للنشر والتوزيع بتطلب فيه كاتب روايات خيال علمي للشباب، وهيتم اختياره من خلال تقييم الأعمال اللي الكتاب هيقدموها. وآخر ميعاد كان يوم 31 يوليو سنة 1984. الحقيقة وقتها دكتور نبيل فاروق ما اهتمش خالص بالإعلان، ولكن صديقه وشريكه في العيادة دكتور محمد حجازي هو اللي أخذ الرواية ونسخها على الآلة الكاتبة، وراح بعتها للقاهرة مع صديق ثالث، وسلمها للمؤسسة العربية الحديثة قبل المدة ما تنتهي يمكن بثواني. المهم كانت المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها. يوم 7 أغسطس سنة 84 جه اتصال لدكتور نبيل فاروق من المؤسسة العربية الحديثة وبلغوه إن قصته هي اللي نجحت، ودي المكالمة اللي غيرت حياته للأبد، وبسببها ساب الطب واتفرغ للكتابة. المهم اتغير اسم القصة بعد كده وبقت اسمها أشعة الموت بدل أشعة ضاد، وكانت العدد الأول في سلسلة روايات للخيال العلمي تحت عنوان ملف المستقبل. وقتها بقى
وتجدد الحلم القديم من تاني في روح دكتور نبيل فاروق الله يرحمه، وقرر يقنع الناشر الجديد وهو الأستاذ حمدي مصطفى الله يرحمه بفكرته العظيمة، فكرة شخصية البطل المصري اللي كان بيحلم تكون موجودة طول عمره، وابتدى يستعد علشان يقدم فكرته متكاملة. ومع أذان فجر يوم 8 أغسطس استقر دكتور نبيل فاروق على اسم الشخصية الوطنية وهو اسم أدهم صبري. وفعلا قدم القصة الأستاذ حمدي مصطفى وعجبته جدا، وشاف إنها مكتوبة بأسلوب جديد يشد القراء، وقرر ينشرها ضمن سلسلة روايات عن قصص المخابرات تحت اسم رجل المستحيل. وأخيرا حلم دكتور نبيل فاروق اللي كان مستحيل ابتدى يتحقق، واتولد اسم أدهم صبري علشان يبتدي رحلته البطولية الأولى والفريدة في تاريخ الأدب المصري والعربي. وتم طرح الرواية الأولى من رجل المستحيل سنة 85. وهنقف هنا شوية ونسأل سؤال مهم جدا، معنى الكلام ده ان أدهم صبري شخصية خيالية بقى؟ لا 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 لا، اصبر عليا بس. سنة 98 وبعد نجاح عظيم لشخصية أدهم صبري كان في رواية عظيمة لكل عشاق رجل المستحيل، وهي قصة العدد في الكتاب الفضي من سلسلة كوكتيل 2000 تحت عنوان أوراق بطل وقصص أخرى. القصة دي حكى فيها دكتور نبيل فاروق لقاءه الأول برجل المخابرات الأسطورة أدهم صبري، وتعتبر المرجع الوحيد للمعلومات المتاحة وقتها. دكتور نبيل قال جملة مهمة قوي في القصة دي، قال: لم أتصور لحظة واحدة أنه سيغير حياتي كلها وسيربط اسمي إلى الأبد بألف صاد، أو طبعا أدهم صبري. وابتدت المعلومات تتكشف واحدة واحدة. أول لقاء بينهم كان دكتور نبيل فاروق بصحبة رجل مخابرات تاني اسمه السيد أشرف، وراحوا مع بعض لأدهم صبري في فيلته الصغيرة في فايد، وقال عنه إنه ضابط مخابرات مش عادي من بداياته، وعنده مواهب مش طبيعية. حتى البعدة نفسهم ألفوا عنه كتاب اسمه البطل العدو. تخيل. المهم في الرواية دي كشف أسرار أكتر عن شخصية ألف صاد الحقيقية، أو طبعا أدهم صبري، وقال إن والده اسمه الحقيقي صدقي، وكان طيار حربي واشترك في ثورة يوليو، وبقى رجل من رجال المخابرات العامة المصرية. صدقي كان عنده شغف حقيقي إزاي يصنع رجل مخابرات مثالي، وعنده طبعا مواهب مختلفة، وجات له فكرة جهنمية وهي تكرار تجربة السوفييت المشهورة في عهد ستالين مع طبعا تلافي عيوبها. الفكرة دي باختصار هي تدريب بعض الأطفال على المهارات العسكرية في سن صغير جدا، والوصول بيهم لمستويات عالية من الأداء البدني والمهاري والحركي. وفكر السيد صدقي في تطوير الفكرة بحيث تكون عن طريق سلسلة ألعاب مسلية كده للأطفال وأقرب كده لحياة الكشافة، ولكن الفكرة اترفضت من جهاز المخابرات المصرية لأنها مش مناسبة لأفكار مجتمعنا الشرقي. فوقتها السيد صدقي ما يقسش أبدا، وقرر تطبيق التجربة على ولاده أكرم اللي هو طبعا أدهم صبري الحقيقي، وابنه الثاني أحمد. أكرم استجاب للتدريبات بشكل سريع جدا، ومواهبه الحقيقية ظهرت ونماها والده السيد صدقي لغاية ما أكرم وصل لسن 16 سنة وعنده مجموعة مهارات هايلة وقوية. ولكن القدر لعب لعبته، فتم اغتيال والده السيد صدقي من مخابرات البعدة في لندن في مطلع السبعينيات كده. فطبعا الشاب الصغير أكرم كره اللي ما يتسموش أكتر وأكتر، لأنهم أولا العدو اللدود للوطن الغالي، وكمان بقوا العدو الشخصي للشاب أكرم. بعد كده أكرم صدقي دخل الكلية الحربية وتخرج بعد سنة واحدة بس، طبعا لظروف حرب 67 وحاجة القوات المسلحة لضباط شباب، وانضم على طول لقوات الصاعقة المصرية طبعا بسبب مواهبه وقدراته اللي متدرب عليها من صغره. وكان بطل عملية خطيرة سماها دكتور نبيل فاروق كاس النار، وطبعا ده مش الاسم الحقيقي للعملية. وكانت العملية عبارة عن ايه؟ عن الحصول على عينة النابالم اللي كان ناوي العدو ضخها في حالة عبور القوات المسلحة لخط بارليف. ودكتور نبيل فاروق قال ان تفاصيل العملية دي سرية ومش ممكن نشر تفاصيلها الكاملة في وقتها، ولكن نجحت العملية بطريقة ما وجابوا العينة المطلوبة من قلب المعامل الكيميائية لأعدائنا. المهم في نفس الرواية دي اتكشفت أسرار تانية عن شخصية أدهم صبري الحقيقي، وقال إنه اتجوز مرة واحدة بس، وليه أخ واحد اسمه أحمد قضى فترة في حياته في كوريا الجنوبية. ودي المعلومات اللي كانت متاحة سنة 98. ولكن سنة 2007 اتكشفت أسرار تانية مع صدور كتاب رجل المستحيل وأنا، إن أدهم صبري الحقيقي اتولد ما بين سنة 50 و51،
واسمه الحقيقي بيبتدي فعلا بحرفين ألف وصاد، وعاش في حي مصر الجديدة لغاية سنة 80، ومن سنة 81 عاش في المهندسين. وأخوه اللي اسمه أحمد بيشتغل في مهنة مرموقة، وظهر في مشهد واحد بس في فيلم في نهاية السبعينيات كده كجزء من شغله، وظهر اسمه مرة واحدة بس في جريدة الأهرام في نعي والده السيد صدقي. وبعد كده اشتغل بالسلك الدبلوماسي في نهاية القرن العشرين، واتكشفت أسرار تانية أكتر سنة 2008، وده مع صدور كتاب رجل المستحيل أوراق لم تنشر. ظهرت معلومة جديدة وهي عن تعاون دكتور نبيل فاروق مع جهاز أمني مصري رفيع المستوى في واحدة من قضايا الجاسوسية، وده سبب ارتباط دكتور نبيل فاروق بجهاز المخابرات العامة المصرية. ولكن وقتها ما كانش معروف تفاصيل العملية دي. وقال دكتور نبيل فاروق في نفس الكتاب عن ألف صاد أو أدهم صبري هو رجل أمن نموذجي رفيع المستوى بهره بشكل شخصي، عنده من المهارات والخبرات لم يتصور أن يمتلكها شخص واحد. وصفاته ذكرها كمان في الكتاب، وقال عنه انه رجل امن كان شديد الهدوء حتى في اصعب المواقف، بيجيد قياده السيارات في مهاره مدهشه، وبيتكلم عدد من اللغات لدرجه انك ممكن تحتار في هويته الحقيقيه، وكان شديد البراعه في تقمص شخصيات مختلفه. واكد كمان دكتور نبيل فاروق على استمرار العلاقه مع ألف صاد من التاريخ ده. تفاصيل تعاون دكتور نبيل فاروق مع المخابرات ما كانش معروف في الوقت ده، ولكن اتكشف جزء منها في الحوار الصحفي اللي عمله دكتور نبيل فاروق في مجله الشباب سنة 2016، وطبعا ده اللي انا اتكلمت عنه في اول الحلقة. وفي الحوار ده قال دكتور نبيل فاروق ان شخصية أدهم صبري استوحاها من كذا شخصية قابلهم في المخابرات، ولكن كان في شخصية معينة اتأثر بيها اكتر، وهي الشخصية الرئيسية اللي بنى عليها شخصية أدهم صبري. وما قدرش يقول اي تفاصيل عنه غير ان أدهم صبري الحقيقي اتوفى من سنتين تقريبا، يعني كان من سنة 2014. وده اللي يجاوب على السؤال ان شخصية أدهم صبري اللي اتأثر بيه أجيال وأجيال وكان قدوة حقيقية لشباب كتير هو فعلا شخصية حقيقية. سلسلة رجل المستحيل وضابط المخابرات المصري أدهم صبري تم إصدارها في 1 يونيو سنة 1985، وكانت تحت عنوان الاختفاء الغامض، وكانت عبارة عن كتاب جيب كده بيصدر شهريا، والغلاف كان بريشة الفنان الراحل إسماعيل دياب اللي كان فيه صورة لأدهم صبري، طبعا زي ما احنا عارفين الوسيم الهادي بشعره الأسود الناعم مع شوية شعر أبيض بسيط كده وجسمه القوي الممشوق. والصورة دي اللي انطبعت في قلوب القراء. وكمان الغلاف الخلفي اللي كان فيه جملة بتتكتب دايما، وهي سلسلة روايات بوليسية للشباب زاخرة بالأحداث المثيرة. في البداية كانت التوزيع أو أرقام التوزيع كانت متواضعة جدا، وده اللي خلى دكتور نبيل فاروق في إحباط مستمر وإحساسه بالفشل الذريع. ولكن مع تشجيع الراحل حمدي مصطفى الله يرحمه اللي هو الناشر الجديد للروايات، رجع تاني دكتور نبيل فاروق للكتابة، ولكن مع سلسلة روايات تانية مختلفة، وهي سلسلة زهور الرومانسية. المهم دكتور نبيل فاروق قرر إنه ما يستسلمش أبدا، وفعلا مع بداية الموسم الثالث أرقام التوزيع اترفعت للسماء، وسلسلة رجل المستحيل كانت في الصدارة. وبعد كده عمل سلسلة جديدة وهي سلسلة كوكتيل 2000، وتوالت بقى بعد كده الإصدارات المختلفة والمتميزة زي سلسلة مغامرات عنف 2 وفارس الأندلس عن البطولات العربية، وسلسلة زوم، وسلسلة بانوراما، وحرب الجواسيس، وأشهر عمليات المخابرات المصرية اللي مهدت لحرب 73 العظيمة، وأخيرا سيف العدالة. وكان لدكتور نبيل فاروق تجربة جديدة جدا وهي فن الكوميكس من خلال قصة أصغر جاسوس في العالم. مع مرور الوقت ارتبط القراء بشخصية أدهم صبري صاحب الرمز نون واحد طبعا، وزادت شعبيته جدا في مصر والوطن العربي كله، واتحطت في مكانة عالية جدا التاريخ مستحيل ينساها. شخصية أدهم صبري هي شخصية حقيقية ظهرها للنور دكتور نبيل فاروق تحت اسم سلسلة رجل المستحيل، مع توثيق لبعض عمليات المخابرات المصرية سواء كان في مصر أو في دول العالم، واللي تحول كمان بعضها لمسلسلات وأفلام. اتوفى دكتور نبيل فاروق في 9 ديسمبر سنة 2020، وساب وراه عدد ضخم من السلاسل الوطنية والأدبية اللي أكيد هتفضل عايشة بين الأجيال اللي جاية. رحم الله دكتور نبيل فاروق، ورحم الله بطلنا ألف صاد المشهور باسم أدهم صبري. كنت معاكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات.